السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ربنا يجعل في يومكم الخير والسعادة والبركة والزيادة، ويرزقنا بحسن الظن بالله ان اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. لو اول مرة تشوفي فيديو ليا، انا ام يزيد. يسعدني جدا انضمامك ليا باشتراكك في القناة، ويا ريت ما تنسينيش بلايك حلو زيك لو عجبك الفيديو عشان يدعمني ويرفع القناة. وقبل ما نبدأ في روتين يومنا نستعين بالله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. أول حاجة بدأت بيها الروتين كان الغسيل. طبعا على طول عندنا يا اما غسيل في الغسالة يا اما غسيل متنشر وعايز يطبق وهكذا وهكذا. فانا بدأت اليوم كده، حطيت غسلة كده في الغسالة، وعبال ما تخلص الغسالة نكون عملنا فطار كده سريع وحلو جدا. هنعمل بيتزا كده في المقلاية كده على البوتاجاز بطريقة سهلة كده، ومش محتاجة لا خميرة ولا وقت ولا اي حاجة. انا جبت كوباية من الدقيق، حطيت عليهم معلقة من الزعتر، لو عندك ماشي، ما عندكيش ممكن تستخدمي اي بهار انت بتحبيه. وحطيت عليها نص معلقة من بيكنج باودر، وقلبت المكونات الجافة كلها مع بعض، وحطيت عليها نص علبة زبادي، بس دفتها على النار حاجة بسيطة لان هي كانت في التلاجة، واحنا عايزين العجينة كده تبقى طرية وحلوة، فلازم تدفيها بس حاجة بسيطة. وبعدين حطيت عليها زي معلقتين كده زيت زيتون، عندك زيت زيتون ماشي او زيت نباتي زي ما تحبي. وعجنتها كده بقى ايه بميه، هي بتبقى العجينه بتاعتها بتلزق في ايدك، ما بتبقاش ناشفه ولا قاسيه زي العيش، لا هي بتبقى بتلزق كده في ايدك حاجه بسيطه، علشان هي ما فيهاش خميره ولا اي حاجه، ما تنشفش منك بعد التسويه. اخدتها بقى كده وسبتها بس 5 دقايق ريحت، وبعدين فردتها. انا كنت هفردها كده كلها على بعضها واخليها بتزاية واحدة بس بصراحة ما كانش عندي مقلاية تكفي الحجم ده. فبعد ما هنا عملتها بططتها وتمام، حسيت ان هي هتبقى كبيرة قوي وانا عايزاها على حجم المقلاية دي، فقمت جاية اسمها 2، وقمت جايه ايه عامله بيتزتين يعني بدل واحده. ولازم تعملي لها سمك ما يبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي، لو رفيع قوي هيتحرق منك بسرعه وهينشف، ولو تخين قوي مش هيستوي بسرعه في المقلايه، لان احنا هنعملها على البوتاجاز مش في الفرن. بتحطيها كده على النار الاول، بتدهني دهنه بسيطه في المقلايه بتاعتك من الزيت، وبعدين بتحطيها، واول ما تحطيها بتهدي النار عليها، بتخليها وسط، وبعدين لما بتاخد لون بتقلبيها على الناحيه التانية، وتقومي بقى جايه حاطه اي حاجه انتي حباها. انا هنا حطيت صلصه البيتزا كانت موجوده عندي في التلاجة، فقمت جايه حاطه منها، وحاطه بقى جبنه موتزاريلا على زيتون على فلفل الوان. لو انتي عندك لانشون ممكن تحطي لانشون عليها، انا كان عندي بسطرمه بس ما حبيتش ان انا احط بسطرمه، لان البسطرمه بتحب ان هي تاخد الاول صدمه على النار وكده، يعني ما احبش احطها نيه لان هي مش هتلحق ان هي تستوي فيها. وغطيتها بس كده حاجة بسيطة علشان الجبن اللي انا حطاها على الوش تسيح. اول ما تقلبيها على الوش التاني قومي جاية مهدية النار خالص علشان تلحق ان هي تستوي، قومي حاطة على الوش اللي اتحمر ده اي حاجة بقى انتي حباها. تمام كده بجد بيبقى طعمها حلو قوي وسهله كده وسريعه، وكمان فطار جديد كده غير التقليدي، قلت كده اعملها. وكان ابني كمان طالب مني بيتزا، فقلت بقى اضحك عليه بالبيتزايه دي، بدل ما ايه، لان انا بصراحه ما كانش عندي خميره، كنت ناوي اعمل بيتزا في الغدا وتبقى غدوه لينا، اللي هي البيتزا العاديه خالص دي، بس كانت محتاجه خميره فانا ما كانش عندي خميره، فقلت خلاص هعملها له كده بطريقه سريعه كده في الفطار، وهبقى برضو رضيته ان انا عملت له البيتزا اللي هو عايزها، ونبقى فطرنا فطار مختلف. بجد طعمها حلو قوي قوي. ولو عندك كمان زعتر، الزعتر بيديها طعم حلو، وزيت الزيتون كمان بيدي البيتزا طعم حلو قوي، بس لو مش عندك ممكن تحطي اي حاجة موجودة عندك. المهم جربيها وان شاء الله هتعجبك، وهي سريعة ما بتاخدش وقت خالص. جبتها كده وقطعتها بقى اربع كده عشان نعرف ناكلها، وكانت طرية حتى بعد ما خلصت كانت طرية، ما كانتش اللي هي بقى ايه عشان ما فيهاش خميرة ان هي تجلدع كده شوية ولا حاجة، لا فضلت طرية وفضلت بجد، كان طعمها حلو حاجة سخنة كده. وحطيت كمان معاها كاتشب كده الكياس ده، كان عندي يعني كنا جايبين اكل من بره وكان جاي معاها، فحطيته كمان معاها وفطرنا بيها، وكان فطار حلو جدا. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك.
قلت بقى قبل ما انشر الهدوم بتاعتي اخش على البلكونه انضفها كده واظبطها واخليها نظيفه، عشان ايه ننشر كده الهدوم على نظافه. كان بصراحه متبهدله شويه علشان الشتا بقى، والفتره اللي فاتت كانت شتا، فهي بصراحه الشتا بيبهدل عندي البلكونتين جدا. فقلت بقى ايه انشطكوا كده معايا، ولو عندك بقى اي حاجة خلي كده عندك نشاط كده وقوة وحماس، وقومي بقى اعملي كده كل اللي وراكي، ما تكسليش. انا عارفة ان الجو ساقع والجو ده بيكسل كده وبيخلينا قاعدين مش قادرين نقوم نعمل اي حاجة، لكن انتي لو نشطتي كده واستعنتي بالله هتلاقي نفسك قمتي وعملتي كل اللي وراكي. وخلي كده دايما شقتك زي الفل ونظيفة، بلاش تخليها فيها اتربة او انتي مكسلة تقومي تعمليها. لا، نشطي نفسك، حاولي تتفرجي على الروتينات بتبقى حلوة وبتنشط وبتخلي كده عندك طاقة كده ان انتي تقومي تعملي اللي وراكي. اول ما تصحي من النوم افطري، الفطار برضو بيخلي عندك طاقة حلوة قوي طول اليوم. حاولي تقولي اذكار الصباح واذكار المساء، برضو دي بتبقى حلوة جدا. بتستعيني بالله كده دايما في كل حاجة بتعمليها، بتفوضي امرك الى الله كده في يومك. فبيبقى بصراحة حاجة حلوة قوي ان احنا نتعود على الاذكار نقولها الصبح وبالليل. اخدت بقى كده البلكونه، رشيت فيها كده شويه ميه وكلوروكس الوان، وحطيت كمان معاهم شويه كلور ابيض، لان الارض عندي كانت محتاجه ان هي تفتح كده شويه، يعني حاساها كده غامقه عايزاها تفتح كده شويه، فحطيت حبه بسيطه قوي من الكلور الابيض، وحطيت كلوروكس الالوان، وجبت بقى المكنسه وقعدت كده ايه ادعك في الارض شويه. وطبعا بعد ما كنستها وشلت منها الاتربه بتاعتها، وقمت جايه بقى ايه نشفتها بقى كويس جدا بفوطه التنشيف، وبقت نظيفه وزي الفل. كده بقى ايه ننشر غسيلنا كده واحنا مطمنين، لو حاجه وقعت مننا مش هنتبهدل. نشرت بقى غسله الملايات اللي كانت عندي، وقلت بقى اخش على غدا النهارده هنعمل الفراخ المقرمشه بطريقه حلوه جدا. جبت طبق اللي هنقع فيه الفراخ، حطيت فيه كوبايه من اللبن، والبهارات بتاعتها بتبقى بابريكا وفلفل اسمر وكمون وجنزبيل وحاجه بسيطه من القرفه وشويه ملح، وكمان بنحط فيها كركم عشان لونها يبقى حلو، وبصل بودر وتوم بودر ومرقاية، وطبعا شوية ملح، ومعانا كمان ليمونة وخل. الخل طبعا هيخش كده جواها وفي الأنسجة بتاعتها علشان ايه يزود شوية من يسرع يعني من تسويتها. واللبن بيفتت الأنسجة بتاعتها كده وبيخليها طرية قوي من جوه. فحطي مثلا ايه ربع كوبايه من الخل. انا عامله هنا وركين بس، يعني ما مش فرخه كامله ولا حاجه، عامله وركين بس. قلبت بقى كل المكونات كده كلها مع بعضها واتاكدت ان كل حاجه دابت. وكنت هنا جايبه الفراخ بتاعتي وغسلاها كويس جدا ونقعاها في ملح وليمون ودقيق، وكانت بيضه قشطه كده فله. وقمت جايه بقى ايه عامله لهم فتحات كده علشان الخليط يخش جوه الفراخ كويس جدا. تمام كده. احسن حاجة ان انت تكوني عاملة التتبيلة دي قبليها بيوم وسايباها في التلاجة، هتلاقي نتيجة حلوة جدا لما تيجي بقى ايه تاكليها. انا سبتها بقى كده، قمت جايه مغطياها بغطا ومدخلاها التلاجة، لان لسه بدري اصلا عبال ما كنت اعملها يعني. قلت بقى كده شوف بقى هعمل ايه تاني، قلت اعمل سلطة الكول سلو. الكرنباية الحلوة الصغننة دي بصراحة عندي من زمان، الحمد لله ما حصلهاش اي حاجة ولسه حلوة. انا جبتها وقمت جاية ايه قافلاها في كيسة كويس قوي عشان الهواء ما يخشلهاش وما تبص مني بسرعة. قمت جاية بقى اخده الحبة، يعني اخدت بس حتة منها لان هي كبيرة علينا، اخدت حتة منها وقمت جاية غسلاها غسلة حلوة قوي، وقمت جايه مقطعاها قطع صغيره خالص. وبرضو غسلتها تاني بعد ما قطعتها وصفيتها خالص من الميه، وحطيتها في الطبق اللي انا هعمل فيه، وحطيت معاهم جزرايه مبشوره وقلبتهم كده في بعض، وحطيت معلقه عسل كبيره. معلقه العسل هي اللي هتديكي الطعم بتاع بره بالظبط. وحطيت ملح وشويه فلفل اسمر، وحطيت كمان معلقتين كده خل وعصره نص ليمونه، وحطيت كوبايه من الزبادي. وكان عندي باكل المايونيز ده، كانش عندي مايونيز بصراحه، لو كان عندي مايونيز كنت استغنيت عن الزبادي، بس ما عنديش مايونيز فعملت بالزبادي وطلعت حلوه جدا، وطلعت بجد قريبه جدا جدا لطعمها من بره. واللي هو كيس المايونيز ده كان عندي، فقلت بقى ايه احطه برضو معاها.
وقمت جايه مقلباهم كويس جدا مع بعض ومغطياها بالطبق. وعشان تاخدي منها نتيجه حلوه قوي وتعجبك، مش على طول تاكلي منها، تسيبيها على الاقل ساعتين في التلاجة، علشان ايه؟ كلها كده تاخد من طعم بعض. هتحسي ان هي زي بتاعت بره، يعني بجد ما تفرقش خالص عن اللي انت بتجيبيها من بره. ومعاكي بقى كميه حلوه كده تاكلي فيها، لو انت بقى بتحبيها كده زيي انا بحبها جدا جدا. فمعاكي بقى كمية تاكليها كده ايه، زي ما انت عايزة. سبتها بقى تتبل كده في التلاجة هي والفراخ، وقلت برضو ايه اشوف برضو اللي ورايا ايه. انا كانت الشقة عندي الحمد لله، انا صحيت اول ما صحيت الصبح رتبت السراير مكان نومنا وايه وحطيت بقى الغسلة في الغسالة وعملت الفطار. والحمد لله كانت الشقة مش محتاجة خالص اي ترويق ولا اي حاجة. ودايما انا معوده ولادي لو بيعملوا حاجه، لو مثلا بيكركبوا اللعب وكده، بحاول ان انا ايه معاهم كده واحده واحده. لو كركبت العب زي ما انت عايز، بس بعد ما تخلص لعب حاول ترجع لعبك في مكانها، علشان بس البيت دايما يفضل كده نظيف وايه، تحسي كده ان انتي قاعده في نفسيه حلوه. يعني البيت لما يكون مش نظيف ومتكركب اكيد طبعا بتبقى نفسيتك وحشه، وان انتي ايه عايزه تقومي تعملي بس مكسله. فلا انتي كده استعيني بالله كده وتشجعي، وان شاء الله تخلصي كل اللي وراكي. ولو عندك كده اطفال حاولي تعوديهم ان هما لما يلعبوا وقت اللعب لعب، ووقت ان انت خلاص مش هتلعب يبقى تلم لعبك مكانها. واحدة واحدة معاهم هتلاقيهم بيتعودوا لوحدهم ان هم خلاص خلصوا لعبة هيلموا لعبهم مكانها. انا عارفة ان الموضوع بيبقى صعب، وان هم اوقات يفتكروا واوقات كتير لا، واوقات تقولي لهم قوموا لموا اللعب ما يردوش. انتي برضو واحدة واحدة معاهم كده ان شاء الله ايه ربنا يهديهم. كنت خلاص بقى بعد ما تبلت الحاجة بتاعتي قلت بقى اغسل المواعين كده مطرح ما طلع من ورايا، يعني مواعين الفطار ومواعين اللي هي بقى الحاجات اللي انا عملتها وكده. قلت برضو اقف اغسلها كده غسلة سريعة، ونضفت بقى الرخامات كده وخليت الدنيا زي الفل. وطبعا في اوقات الصلاة بتسيبي اي حاجة في ايدك وبتروحي على طول على الصلاة تصلي. بلاش تأجلي الصلاة ولا تركني صلاة فوق صلاة، لا اول باول اول ما تسمعي الاذان سيبي اللي في ايدك وقومي جايه متوضيه ومصليه على طول. هتلاقي ما عندكيش بقى تراكم صلاه فوق صلاه ولا اي حاجه. تمام. انا كده كنت خلاص خلصت بقى. قلت بقى ايه حان وقت الغدا اقوم بقى ايه اعمل بقى الفراخ. لان انتي لازم برضو يعني لو جوزك بيجي مثلا في ميعاد معين لازم تبدأي في الاكله دي من بدري شويه، لان الفراخ بتبقى محتاجه تسويه حلوه على النار. انا بقى هنا ايه هحط بقى الكفر بتاعها من بره. جبت كده كوبايه دقيق عليهم نص كوبايه من النشا، وهتحطي نفس البهارات اللي كنتي حطاها في التتبيله، بس هتشيلي القرفه بس بتتحط في التتبيله. تمام. وهتظبطي بقى الملح، ما تخليهاش حادقه قوي لان الفراخ والكفر اللي بره بيبان عليه الملح بسرعه. اظبطيه كده، حطي بس نص معلقه ولا حاجه وخلاص. وقومي حاطه بقى مقلباها كويس جدا. واي كلاكيع بهارات او دقيق او حاجه لازم تفكيها كده بايدك. وبعدين بتجيبي بقى قطعة الفراخ بتاعتك بتحطيها في الدقيق بالبهارات ده، وبعدين بتطلعيه بتحطيه في مية مثلجة. احسن حاجة ان انتي تحطي الفراخ في مية مثلجة، بتشد كده اللحمة بتاعتها وبتخليها ايه يعني بتخلي الكفر كمان يمسك حلو على على الفرخة. وبعدين بترجعيها تاني في الدقيق. ولو بتحبي بقى الكفر تخين، بعد ما ترجعيها في الدقيق بتقومي جايه مرجعاه تاني في الميه، وبعدين بترجعيه في الدقيق تاني. لكن انا كنت مكتفيه بمره واحده بس وخلاص، وبحطها في زيت سخن بس درجه الحراره قليله. وبتسيبيها اول ما تاخد لون على الجنبين بتقومي جايه موطيه النار عليها خالص علشان تستوي. بتسيبيها على الاقل 10 دقايق على الجنب ده و10 دقايق على الجنب ده. ولو ما عندكيش حاجة كبيرة يبقى كفاية قطعة واحدة بس اللي تنزليها علشان تاخد لون منك حلو وتستوي منك حلو، والكفر بتاعها ما يقعش من عليها بسهولة. تمام كده. هنعمل برضو رز كده مبهر. انا جبت كده قطعة زبدة عليها شوية من الزيت، وقمت جايه حط عليهم بقى كركم، لان الكركم لازم عشان هو اللي بيديني اللون الاصفر للرز. وحطيت كمان مرقايه وحطيت بابريكا وفلفل اسمر، وقمت جايه مديهم بس تشويحه كده بسيطه في الزبده والزيت. وقمت جايه حاطه الرز بتاعي وشوحتهم كده كلهم مع بعض، وحطيت معيار الرز بتاعي وسبته يستوي وبس كده.
وخلاص. وهنا قدمت كده الشكل كده. انا كنت هاكل انا بس، انا واولادي بس، ما كانش معانا حد تاني. فهو كده كان الاكل صغير كده وعلى قدنا. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده، بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه ولو بمعلومة بسيطة. ما تنسينيش بلايك وتعليق حلو منك، واشوفكم فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في رعاية الرحمن. مع السلامة.